الست العجوزه لما بتيجي تدخل الامن بيقفل الدخول وبيقول انت ما ينفعيش تدخلي، وبتقول لي ليه؟ ما المطعم شغال اهو، وبيقول لها انت لو سمعت الاسعار هيجيلك نوبه قلبيه. وبتيجي الموظفه وبتقول للمدير روح الصاله عشان في مشكله، وبيقول لها ماشي بس اهم حاجه تطرد الست العجوزه دي. وبتستغرب من اسلوبه، وبتقول لها مديرك فاكر اني ما معيش ادفع حق الاكل، وكانت خلاص راح تمشي بس بتفتح لها الباب وبتقول لها ادخلي. والمدير وهو ماشي بيلاقي الست العجوزه وبيستغرب جدا، وبيقول لها انت بتعملي ايه هنا؟ وبتقول له مستنيه ابني، وبيقول لها روح استنيه تحت الكوبري، وبتقول له هات لي اي حاجه اشربها، وعشان يطفشها بيحط لها شطه في العصير. وبعد ما بيودي لها المشروب لما بتيجي تشرب منه بتشم ريحه مش كويسه، وبتقول له لا انا عايزه غيره، وبيقول لها مش هنزلك حاجه تاني غير لما تحاسب على دول. وبتطلع التليفون وبتقول لها هدفع لسه باقي. ولما البنت بتديها المكان عشان تدفع المدير بيزق التليفون عشان مصمم برضه انه يحبسها، وبتقول له ايه اللي انت عملته ده؟ انت كسرت تليفوني. وبيقول لها انا كنت عارف انك نصابه وهتصل بالبوليس. فالبنت بتطلع تليفونها بسرعه وبتدفع هي ثمن الاكل عشان ما تتحبس. وبيقول لها انت عملتي كده ليه؟ ده جوزك كبير من راتبك. وبيقول لها عشان عملتي كده انت مطروده. وبتقول له لا ما تقدرش تعمل كده. وبيقول لها لا انا اقدر اعمل اي حاجه في المطعم، وبيشدها من ايديه عشان يطلعها. فبيدخل صاحب المطعم، واول ما بيدخل بيقول امي انت جيتي ازاي؟ وبيستغرب لما بيسمع كلمه امي، وبتقول له انا جيت من بدري. وبيقول له امي هتكون مسؤوله عن المطعم. وامه بتقول له اول قرار هاخده هغير المدير. وبيقول له امي شكلها عايزه تراقيك. وبتقول له لا ده هيطرد. وبتحكي له على اللي عمله معاها، وبترد على طول وبيقول له نظامك غبي. وبتقول له البنت دي احسن واحده تكون المديره. وبتقول له تصدق انها هي اللي دفعت لي حق الاكل عشان ما يحبسنيش. وبيشكرها عشان مخلصه في شغلها.